مساء الخير عليكم يا جماعة، وأهلا بيكم في نشرة أخبار ملوكة الإخبارية. النهاردة هيئة الأرصاد قالت إن الجو هيكون حر جدا على القاهرة ومعظم المحافظات، ودرجة الحرارة العظمى حوالي 35، وبينصحوا الناس ما يتعرضوش للشمس وقت طويل ويشربوا مياه كتير. وزارة التربية والتعليم أعلنت إنها مكملة في خطة تطوير المناهج للمدارس الابتدائية، وده عشان الطلبة يتعلموا بشكل أبسط ويكون في أنشطة زي الرسم والموسيقى والرياضة. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال إن مصر مستعدة تشارك في قوة دولية لحفظ السلام في غزة، لكن بشرط إن يكون في قرار من مجلس الأمن وخطة سياسية واضحة ترجع المؤسسات الفلسطينية هناك. التحرك ده بيأكد دور مصر المستمر في وقف الحرب وتقديم مساعدات إنسانية. وفي خبر عالمي، حصل اجتماع مهم في واشنطن بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي والرئيس الأمريكي ترامب مع قادة من أوروبا بخصوص الحرب في أوكرانيا. ترامب اقترح يكون في ضمانات أمنية بدل انضمام أوكرانيا للناتو، لكن زيلينسكي رفض فكرة التنازل عن أي أرض وأكد إنه محتاج دعم قوي يحافظ على بلده. وفي الكورة، الأهلي كسب الزمالك 2-1 في الدوري المصري الممتاز في ماتش كان فيه حماس كبير والجماهير فرحت جدا بالفوز. وبكده تكون خلصت نشرتنا النهاردة. شكرا لمتابعتكم، واستنونا في أخبار جديدة من ملوكة الإخبارية.